قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا صديقي، وبما ان الحب مولع بيني وبينك جبت لك قصه عليها الله يعينك. كميه جمدان هتنسيك نوم ليله، حاله من الدراما والاثاره والاكشن والكذب المثير التي لم ولن تراها الا عند الصعيد يا كبير. كل اللي عليك تجهز شوب العصير، ولو شايفني بالنهار خليها بالليل. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدأ الفيلم برئيس الوزراء شارما اللي بيكون نايم وبيصحى على رن تليفونه، بيقول ايوه بقى النهارده عيد ميلادي وادي اول تليفون يهنيني ومعانا اول هديه ونقول الو. زعيم العصابه اليان بيقول له وانت رايح على الاجتماع النهارده هقتلك النهارده يوم عيد ميلادك، وبيقفل في وشه. بيخرج بره وسط رجالته بيقول لهم والله ابن الهرمه ده بيقول لي انه هيقتلني لانه متاكد ان مش هقدر ما احضرش الاجتماع ده بالذات، وفعلا انا لو ما رحتش الاجتماع ده حزب شنخور هيبوظ دلهي. حموده بيقول له ايه المشكله يا فندم، انت كده كده معاك طعم حرس، ونصيحه مني ليك ما تاخدش اللي اسمه برساد ده لسه جديد ومش عارفين كفاءه ولا تفاهه. جولا من فريق برساد بتقول له ما تعرفش برساد يبقى ما تعرفش امان، حصان وحش مخابرات استخباريه. التاني بيقول له تنين وحش مهين كبير كدابين. مصطفى بيقول له ولذلك شرم باشا عينه كرئيس امن هنا. جولا بتقول له قادر يخلص على اي مجرم من غير ما يسيب دليل وراه، وها هو الوحش العنيف الولد المخيف البطل التي بقدراته هيحشي اعدائه في رغيف. برساد مطلق عايش حياته ومفلق، واللي بيجي على سكته بيفتحوا زي ما بيفتح البتنجان وعلى الزيت بشمع، وكله الا امه اي كلمه من امه ثابت مكانه يسمع. ورغم انه شرس والكذب بيجري في دمه ولكن حنين ودمعته قريبه قوي صديقي، ما بيبطلش عياط لو شاف اي مشهد حزين في اي مسلسل. الحلقه بتخلص بيخش يلبس وبيقول لامه انا هروح على الشغل يا اما. بتقول له روح يا ابني الهي ينصرك وعلى قد نيتك يجبرك. بيقول لها بلاش النوايا يا اما لان بقينا في زمن ما فيش حد فيه سالك، كله بتاع مسالك، اسيبك انا بقى. وبياخد العربيه بتاعته وبيروح على قصر شرما. بيوصل هناك وهو بيولع الجوب العنيف وبينزل من العربيه، بيصبح على رجالته وبيعرف اللي حصل منهم. بيخش لشرما بيحكي له كل اللي حصل. بيقول له بس يا ابني اكيد اولاد الهرمه دول نصبين لنا كمين، عايزك تامن الطريق والمكان اللي هيتعمل فيه الاجتماع، والمفروض انك تروح قبلي وتعمل كل ده قبل ما اروح انا، يعني نعمل تموين. بيقول جولا جهزي لي ورقه استقالة الظاهر ان الباشا مش عارف بيتعامل مع مين. باشا اللي قرب ناحيتك قبل ما يوصلك هيعدي عليا، وانا اللي بيعدي عليا ما بشيلهوش من تحت رجليا، ولو مش مصدق اسال كل اللي حواليا. اهم حاجه تظبطني وتزود لي مرتبي لان الدنيا بايظه معانا خالص يا باشا، انت لسه هتفكر يا الله. وفعلا بياخده ويمشي وبيوصلوا مقر الاجتماع في امان. بينزلوا من العربيات بيقول له شفت يا باشا مش انا قلت لك لازم تعرف مين الحارس اللي معاه، اذا كان الكلاب دول اهم عارفيني ولذلك خافوا يقربوا ناحيتك. احب اقول لك يا باشا وبكل ثقه حمد لله على السلامه. واحده من عربياتهم بتنفجر. بيقول بنت يا جولا العربيه دي تخصنا؟ بتقول له حصل يا فندم. بيقول لها هم فين؟ بيكسروا عظمهم وبيكتفوهم وبيخشوا بيهم مكان الاجتماع. برسب بيفضل قاعد زي البتاع وشرما بيبص له وبيفتكر اما قال الظاهر ان الباشا ما يعرفنيش وعمل عليه السبع رجاله في المكتب. برسب بيهرب بعينيه، وابن الهرمه زعيم العصابه بيتصل باخوه الكبير بيقول له تعالى يا اخويا. بيقول له ايه الدنيا عندك؟ بيقول له عيب عليه امان الامان، كتفته بالحرس بتوعه وسايبه لحد ما تيجي تخلص عليه بايديه. بيقول له 5 وهكون عندك. بيقول له طب معلش سيبنا اخلص على رجالته. بيقفل معاه وفعلا بيرفع السلاح على برساب. بيقول له نفسك في حاجه يالا قبل ما تموت؟ بيقول له سلم على رجالتي بس قبل ما نمشي. ايه يا رجاله لما نموت عايزين برضه نفضل مع بعض، ليه مش مبسوطين؟ بقول لكم هنروح سوا. وانت يا شرما باشا ليه مش مبسوط؟ ما هو انا جيت لك علشان كلنا نموت سوا. وهوب زعيم العصابه بيحضر في المكان. بيروح لشرما وهو بيقول له زي ما كنت السبب في موت ابويا لازم تموت بنفس الطريقه. بيرفع عليه سلاح وبيكون خلاص هيقتله وفعلا بيضرب طلقه بتخرج من الخرطوش بتعدي من جنب شرما. بينصدم اما بيلاقي زعيم العصابه في الهوا مرشوش. يا رب سلم وحوش، ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ جاله من ورا واداهاله بالمسطره. ولازم تعرف يا صديقي ان اللي اوله خوف اخرته مره، انما برسد ده استاذه كان مستني زعيمهم يوصل لانه عامل نوش وافعاله متهوره. المهم رجالته بيرفعوا اسلحتهم بسرعه العبد لله. بيرفع المتعدد وهي لفه جاته بيكون جايب الكل على الارض. بينزل على اللي في ايديه برجليه بيكنس بيه المكان. اضرب يا فنان. بيلبس الجاكيته وبيصبح على كل اهل الحته. وهوب زعيم العصابه بيرفع سلاحه وبيضرب. بيرسب بياخد واحد من رجالته وبيصد بيه. بيرفع جناحه وهي بنيه في وشه بيكسر الترابيزه بيه. بيلبس النضاره وبيصبح على كل اهل الحاره. بيخلص على الرجاله اللي حواليه. ابن الهرمه زعيمهم بيجي هيجن عليه ولكن هي واحده بيكنس الارض بيه. بالراحه يا فنان. بيشيل المتعدد وبينزل رش فيهم. بيرفع الخرطوش
الخرطوشه دي واتنين بيجوا جري عليه، بيحط الخرطوش بالعرض وهي واحده بيجيب الاربعه على الارض. واحد يقول لي مش هم كانوا اتنين يا ميخا؟ ازاي بقى اربعه؟ ما هو في الهند صديقي تضرب اتنين تاخد عليهم اتنين هدايا، ولا انت مش معايا؟ المهم بيرفع الخرطوش وهي واحده في نص دماغ زعيمهم بيخلص عليه. شرما بيحضر وبيقول له اخيرا مات، انا بقالي 3 سنين عايش في رعب بسببه. تسلم يا برسام، من النهارده انت واحد من عيلتي. بيقول له كل سنه وانت طيب يا فندم. على بالليل بيعملوا له حفله عيد ميلاد وبرسات بيخربها راس، وهوب بيشوف الواد والبنت دول بيرقصوا، عينه بتدمع وبيخرج يقعد لوحده بره. شرما بيخرج وراه وبيقول له ايه يا وحش مالك يا عم؟ خدت جنب كده وقعدت لوحدك. بيقول له مفيش، اتخنقت شويه بس. بيقول له طب وايه اللي خنق؟ بيقول له انت ما بقتش غريب، انت لو بتعتبرني صح واحد من العيله، مراتي يا سيدي. بيقول له انت متجوز؟ بيقول له جيسي. بيقول له جيسي مين؟ بنت جي ار، اغنى واحد في الهند كلها؟ بيقول له ايوه هي. بيقول له يا ابن المحظوظه، ودي جبتها ازاي؟ بيقول له كنت طالع مأمورية مع وزير الخارجيه وفعلا بيخش الوزير. بيقول له بص يا برسام انا مش عايز نوش هنا، صاحب البيت رجل اعمال كبير قوي. بيقول له خلصانه يا فندم. بيخش جوه وهوب بيشوف جيسي في وشه بيدوب فيها. الوزير بياخد باله بيقول له ايه عجبتك؟ بيقول له قوي. بيقول له عايزها في جواز ولا لعب؟ بيقول له دي اللعب معاها غلط، دي جواز وتتحط في النيش وتتفرج عليها من بعيد. بيقول له في العيد دي العروسه فالح. بينصدم بيقول له والله ما كنت اعرف يا فندم، يلا بينا. برسام بيشاور لها بتاخد بالها منه. بيشاور ايه مالك؟ بتشاور مخنوقه من العريس. بيشاور لها ليه؟ بتشاور له ابويا مجوزوني غصب عني علشان فلوسه وفي نفس الوقت من نفس مستوانا. بيشاور لها احنا بنعيش مره واحده، فرقعيه وفكك منه. بتشاور له حاولت كتير ما عرفتش. بتطلع على الكوشه وهو غصب عنها بتتكعبل بتيجي على الارض. العريس بيفضل يضحك عليها. برسات بيغضب وابن الهرمه العريس بيطلع لها الخاتم بترميه في وشه وبتقول له انا مش عايزاه، انت ابرد مخلوق عرفته في حياتي. بابا بيقول لها مالك يا بنتي؟ بتقول له اسكت يا بابا انت ما تعرفش حاجه، ده بني ادم بارد ما عندوش احساس. بيقول لها بس انا حبيته يا بنتي. بتقول له انا ما حبيتهوش، حلال عليك اتجوزه انت بقى. وبتسيبه وتمشي. الكل بيكون في منتهى الصدمه الا برسات بيكون في منتهى السعاده وغصب عنه بيسقف لها صديقي. وتعدي الايام وتفوت الاسابيع وصدفه في فرح واحده زميلتها بيشوفها تاني. بيشاور لها ازيك اخبار الجواز معاكي ايه؟ بتشاور له مش لاقيه الشاب المناسب. وتعدي الايام وتفوت الاسابيع وبرضه صدفه بيكون في فرح سمكه والسمكه دي تبقى صاحبتها. برضه بيشوفها على المركب هناك. بيشاور لها ازيك ما لقيتيش ابن القرموط اللي يسعدك؟ بتقول له لقيته تعالى. بيقرب منها بتقول له انت تتجوزني؟ بيقول لها انا. بتقول له كل ما اروح مكان الاقيك فيه. حاسه ان القدر بيجمعنا والمخرج مش عايز يرجعنا، فايه اللي يمنعنا ان احنا نجيبها ونذبحها؟ بيقول لها هي ايه؟ بتقول له الذبيحه ونوزع لحم ونشوي على الفحم واهم حاجه يكون العجل ضخم. بيقول لها ما تخافيش اهم حاجه ما ننساش الشيش. وفعلا بيعملوها وعلى الفحم بيحطوها. بتتجوز وبيعيشوا في تبات ونبات وبتحمل في اول الولادات. شرما بيقول له طب وايه اللي زعل يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه، وايه اللي خلاكوا تبعدوا عن بعض اصلا؟ بيقول له هقول لك. بعد 3 سنين من جوازنا بابا جه عند البيت، كنت ساعتها مخلف البنت بنتي وكانت حامل في ابني. بابا بيقول لها انا اسف يا بنتي ما قدرتش مشاعرك واحاسيسك، بس قدري ان انا ابوكي وعايز مصلحتك، وطالما اخترت برساد انا موافق عليه. راجل محترم كسيب يكفي بس انه خلى باله منك ال3 سنين اللي فاتوا، بس انا ليا طلب عندك، انا قاعد في البيت لوحدي. بتقول له دي سنه الحياه يا بابا، ما هو انا لو اتجوزت العريس اللي انت جبتهولي كنت هسيبك برضه لوحدك، انا مبسوطه مع جوزي في بيتنا هنا معلش سيبني. وبتسيبه وتمشي. بيمسك برساد وبيقول له انت بقيت اب واكيد حاسس بيا وهتقدرني، انت عارف ان انا عندي شركات والكل طمعان فيا، المشكله اني خلاص كبرت وما بقتش قادر اشيل الشيله دي لوحدي، وهامن مين على كل املاكي غير بنتي وجوز بنتي؟ علشان خاطري يا ابني هاتها وتعالوا عيشوا معايا في القصر. بيقول له خلاص انا هقنعها علشان خاطرك يا عمي. وفعلا بيقنعها وبيسافروا معاها على القصر. بيخش على القصر الراجل بيستقبلهم استقبال نار، احترام وادب وهزار، بيعملهم حلوه قوي. خدهم في الشركه بتاعته الكبيره ومسكوا هو ومراته الشغل فيها، والدنيا كانت ماشيه زي العسل. وفي يوم عادي هو وفي شغله جي ار بيقول له بص يا ابني انا همسك الشغل كله لبنتي. بيقول له وانا هشتغل ايه يا عمي؟ بيقول له انت هتروح تمسك شغل القصر كله، لان مفيش حد ياخد باله من البيت ومش هلاقي حد امنه على البيت غيرك. بياخد الكلام عادي على نياته وبيقول له تحت امرك يا عمي. وفعلا بيرجع على القصر و6 شهور يدرج اللي داخل واللي خارج واللي اتصرف ومشى البيت بالمسطره. الموضوع اتطور بقى يطلب منه شاي، يعمل قهوه، يعمل عادي على نياته، ولكن بيبدا ياخد باله من تغيير المعامله كلها. ضحكته وراها خبز مش على ابليس يا صديقي. مراته غصب عنها ما بقاش يشوفها وهو كراجل عايز حقوقه ولا بتعبره. طول النهار تعبانه في الشغل والعيال معاها، وبالليل مع جدهم اما يرجع من الشغل، يعني لا بقى يشوف عياله ولا مراته، وده اللي عايزه ابن الهرمه باباها. شرما بيقول له طب وعملت ايه؟ بيقول له ما سكتش. وتاني يوم بيقول لها انا جبت اخري، النظام ده ما ينفعش معايا وبس يا ريس سيبنا بعض. بيقول له لا اكيد لسه باقي في القصه باقي. واللي مخبي ايه؟ بيقول له لا مش مخبي. بيقول له ما تكدبش عليا،
بيقول له باباها اتدخل في الحوار وانا كنت على اخر منه فلسعته بحته قلم محترم. بيقول له وارد بين العائلات حاجات زي دي بتحصل برضه، لسه في القصه باقي محدش حاول يصلح بينكم؟ بيقول له حاولوا ورجعت علشان اصالحها. جيسي بتقول له ابدا، انت ضربت ابويا قدام الكل تعتذر له قدام الكل. بيقول لها ما هو اللي غلطان، واحد ومراته بيتكلموا مع بعض، يا يقول له كلمه تهدي الدنيا يا ما يتكلمش. بتقول له ما اسمحلكش، ابويا يقول اللي هو عايزه في اي وقت. بيقول له كمان بتعلي صوتك عليا، انت وابوك اهو. بابا بيقول له انت اتجننت، بيقول له كمان انت تاني. شرمه ورجالته بيسمعوا القصه وبيكونوا في منتهى الصدمه. بيقول لهم مش ده بقى اللي مزعلني، بعد ما سيبنا بعض بعلاقاتهم القويه حرموني من اولادي، بقالي 6 سنين مش عارف اشوفهم، وحشوني. انت اب وعارف اما بتغيب عن اولادك وتروح مشوار بيوحشوك ازاي. واللي مزعلني اكتر ان مامتهم شحناهم مني، زرعت فيهم كرههم ليا. ابوكم وحش، ابوكم كان بيضربني وبيضرب جدكم، والعيال ما ذنبهاش حاجه لانهم ما يعرفونيش اصلا، انا سبتهم حته لحمه حمرا. بيقول له هتشوفهم يا ابني، انا قلت لك انت بقيت واحد من عيلتي، فكر بس في طريقه تشوفهم بيها وسيب التنفيذ عليا. بيقول له هروح لهم في المدرسه لان امهم مسافره وسايباهم لوحدهم في سكن وتايهه في شغلها، انا هروح لهم المدرسه على اساس اني مدرس او مدرب، اهم حاجه اشوفهم اشبع منهم. بيقول له اعتبر الحوار خلص، وفعلا بيسافر وبيخش للمدير بالورقه دي. المدير بياخد الورقه وهو بيقول له الضابط جاي بتوصيه من رئيس الوزراء وهتقعد هنا على اساس انك مدرب، ما علينا بس ايه لازمه اللي جايين معاك دول. بيقول له في ضابط هيجي من غير فريقه، احنا في مهمه سريه ومش عايزين اي تعقيدات، تسيبني اعمل اللي انا عايزه واتحرك براحتي، مالكش دعوه بيا خالص، مفهوم؟ بيقول له تحت امرك يا فندم. وفعلا بيخرج بره وبيفضل مستني ابنه وبنته. جولا بتقول له طب انا تعبت من الوقفه دي، وريني صورتهم اروح ادور عليهم. بيقول لها امهم ما بتنزل لهمش اي صور علشان ما اعرفهمش، بس على مين؟ دول اولادي، حته مني، لحمي ودمي. عارفه يعني ايه لحمي ودمي؟ بمجرد ما يقربوا مني هشم ريحتهم وابص في عينيهم هعرف انهم اولادي، هتكلم معاهم غصب عنهم هيجوا طايرين على حضني. وهوب ابنه وبنته بيحضروا في المكان. ابنه بيقول له بعد اذنك يا عم وسع لي. بيقول له تحت امرك يا عسل، خش بس يا ست جولا. بيخش للمدير، بنته بتوريه المشروع اللي خلصته، بيقول لها برافو عليك يا بنتي، وديه للمدرسه وخدي درجاتك. بتقول له خلصانه. الواد بيقول له وسع يا عم انت عديني، انت تخين وقافل الطريق. بيقول له اما صحيح انت عيل ما تربيتش يا مدير، تجيب لي ولي امر العيال دي نشوف بيربوهم ازاي. بيقول له امهم مش فاضيه. بيقول له دي ست ناقصه. مين الست دي؟ بيقول له جيسي بنت جي ار. بيقول له العب بالجيتار. نعم رجاله العيال دي اولادي، مش عايز تأنيب ضمير دلوقتي، خلينا نروح نحصلهم وبعدين وبخوني. بيخرج بره وبيبص عليهم من بعيد، عينه بتدمع وبيكون في حاله لا يحسد عليها، قلبه بيشدوا عليهم ولكن رجالته بيمسكوه. بيقول لهم في ايه؟ بتقول له انت رايح فين؟ لازم تحط خطه كده وتعرف هتخش للعيال دي ازاي. بيقول لها هخطط علشان اولادي؟ يا جدعان عيب عليكم، الموضوع بسيط، هخش عليهم انا مدربكم الجديد، هلعب معاهم هيحبوني من اول لعبه ومن بعدها مش هنسيب بعض وهنفضل ليل نهار سوا. بيقول له على ما اعتقد الموضوع مش هيمشي بالسلاسه دي يا فندم. جولا بتقول له عنده حق، انت لازم تعمل حاجه تخلي البنت اهم حاجه لانها كبيره صاحبه. بيقول لهم من غير خطط، هتشوفوا رئيسكم وهو واخدها في حضنه دلوقتي. وفعلا بيروح لها مادة ايديه وهو بيكعبل بيوقع المشروع من ايديها بدشماله، بتنصدم وبتقول له اياك تلمسه، انا بقالي شهر شغال على المشروع ده والنهارده اخيرا خلصته، كنت هاخد عليها 10 درجات، انت مش بني ادم، غور من قدامي، مش عايز اشوف وشك تاني. وبتسيبه وتمشي. بيرجع لفريقه وهو بيقول لهم مش عايز ولا كلمه، اللي نجروا عايزين نشوف هنصالحها ازاي. جولا بتقول له سهله بس بعد ما تشوف امك الاول، لانها بعد ما عرفت ان انت جاي لعيالك اصرت وجت ورانا. وفعلا بيروح لها وبيخليها تشوفهم من بعيد. بتقول له زي العسل يا ابني، نفسي اخدهم في حضني دلوقتي، بس الظاهر كده يا ولا انهم بيكلموا امهم، اهي قفلت معاهم، باين عليهم بيحبوا الكلب اللي معاهم ده قوي، اصلهم بيلعبوا معاه كتير، ما تقول حاجه يا ولا، هتجيبهم يقعدوا معايا شويه ولا. بيقول لها شوف يا اما. تاني يوم ابنه فيكي بيكون قاعد في الفصل، بيلاقي العربيه دي مكتوب عليها اطلع بره، بيخرج بيلاقي العاب وشوكولاتات، بيفرح قوي وبيلاقي بورصات قدامه. بيقول له حبيبي ايه رايك في الحاجات دي كلها؟ بيقول له كل ده علشاني؟ بيقول له علشانك انت لوحدك، المهم نبقى اصحاب. بيقول له انت من النهارده اخويا يا عم. بيقول له طب واختك؟ بيقول له لا دي زعلانه قوي منك. بيقول له ما هو انت بس لو تحنن قلبها عليا هتديني وش وسيب الباقي عليا. وهوب بيلاقي البنت في وشه، بتسيبه وبتروح لرئيس الفصل وبتحكي له كل اللي حصل. بيلم الرجاله وبرسات بيقول يا رب ما تقول لمامتها على حاجه. وهوب رئيس الفصل بيقول له انت يا جدع انت
انت مين؟ بيقول له انت اللي مين؟ بيقول له انا رئيس الفصل. قلبك جايبك تزعل نيكي؟ ما تعرفش انها في فصلي؟ لا وكمان بترشي اخوها بشوكولاتات وكلام فاضي. لو اخوها اترشى عيل صغير وغلط ما يعرفش، انما اللي قدامك لا بيهم برجر ولا ستريبس ولا فراخ البلد دي كلها. اياك تفكر تيجي ناحيه نيكي تاني، مفهوم؟ وبيسيبه يمشي. ساعه وبيكون جايب له كل اللي قال مش هيترشي بيه. الواد ما بيصدقش نفسه، بيقول له انا في حلم ولا في علم يا باشا؟ انت ازاي عرفت ان الحاجات دي نقطه ضعفي؟ انا فعلا بحب الاكل قوي، قول لي ازاي عرفتني؟ بيقول له انت بتتكلم، قلت كل اللي نفسك فيه من غير ما تاخد بالك. بيقول له انت فنان وكلك حنان، يا ريتك كنت ابويا يا اخي. بيقول له من النهارده اعتبرني ابوك يا عم، واي حاجه انت عايزها انا تحت امرك. بس نيكي زعلانه مني، مش لاقي حد يحنن قلبها عليا. بيقول له قلبها وقلب العيال كلها في الفصل تحت رجليه، سيبها لي انا، ما فيش حد في الفصل كله ما بيثقش فيا، الكل بيسمع كلامي. وهوب نيكي بتحضر في المكان. بيرسب بينصدم، هو بيقول لهم هي ازاي بتيجي في اللحظات الحاسمه دي؟ بيقول له مش بنتك يا ريس، دماغها ذريه زيك. بيقول له عندك حق، يلا بينا شكلنا قدامها بقى وحش قوي. بتخش على زميلها بتقول له وقعك يا ابو كرش يا ناقص، وبتسيبه وتمشي. ما بيعديش اسبوع ونيكي بتكون قاعده لوحدها بتعيط. بيرسب بياخد باله منها، هو بيقول لزميلها خدها لا البنت دي ليه بتعيط؟ بيقول له دي نيكي الكلب بتاعها اختفى، واما سالت الامن قال لها راح الغابه، انسوا انكم تلاقوه تاني. بيقول لفريقه يلا بينا يا رجاله. بيفضل يدور على الكلب في الغابه، ساعه بتعدي، في التانيه بتعدي، في التالته بتعدي، لحد ما اخيرا بيلاقيه. بيفرح قوي، وتاني يوم بيروح يقعد جنبها. بيقول لها عامل ايه القمر؟ بتسيبه وتمشي. وهاب الكلب بيهوهو عليها، بتفرح قوي، وبرسب بيكون مهيئه لها. بتروح عليه جري وبتاخد الكلب. برسب بيفضل واقف يتفرج عليها وهي بتلعب مع الكلب، هو بيكون في منتهى السعاده بيهم. وهاب بتيجي جري عليه وبتاخده بالحضن، بتقول له من النهارده احنا اصحاب. بياخد الاولاد بالحضن وفريقه بيكونوا في منتهى السعاده بيهم. ومن بعدها صديقي برسد للنهار معاهم، ما بيسيبهمش الا وقت النوم بس. كل يوم بياخدهم لمامته، هو بيفضل يلعب معاهم. بعد ما عرفوا برساد دلوقتي يا دوب كلمتين لمامتهم وبيقفلوا معاها وبيطلعوا البرساد. امهم بتستغرب وبتتصل بمدير المدرسه، بتقول له اخبار الاولاد ايه؟ بيقول لها زي الفل، ما تقلقيش عليهم، ده حتى المدرب الجديد مهتم قوي بيها، هو بيحبهم قوي 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 وعلى طول معاه، حتى مستواهم اتطور لانه على طول بيذاكر لهم. وفعلا يا صديقي بيعيشوا مع برسات اجمل ايام حياتهم. وفي يوم بيكونوا في المدرسه ورئيس الفصل بيجي جري عليه، بيقول له الحق يا استاذ. بيقول له ايه اللي حصل؟ واللي حصل يا صديقي في ولي امر طالب اسمه زلاطه بيخش الساحه وبيقول للمدير تعاقب مين؟ انت ما تعرفش الواد ده ابن مين؟ بيقول له ما هو بيشرب سجاير وده غلط. بيقول له يشرب اللي هو عايزه. جده بيفضل يبوس فيه، وباباه بيقول له مين اللي ارشد عليك هتقول لي؟ بيقول له البت نيكي. ابن الهرمه بيروح لها وبيقول لها انت شفتيه وهو بيشرب سجاير؟ بتقول له حصل. بيقول لها وقلت للمدير؟ بتقول له برضه حصل. فبيرزع بحته قلم محترم. برسات بيسمع اللي حصل وهو بيكون في منتهى الغضب. بياخد نيكي وبيروح جري على بيت ابن الهرمه ده. بينزل من العربيه قدام بيته ووراه واحد من رجالته بالعده، بيمد ايديه بالمضرب، ويلا منك ليه؟ اديني هزه، جايين نتغذى، تعال. المضرب اللي بعده ابلع صرصار. بيخش على ابن الهرمه وهي واحده بالمضرب بيكفيه. بينزل بجميع المضارب تخبيط فيه، ونيكي بتكون في منتهى السعاده. بيكسر عظمه وبيقعد مكانه. مراته بتجيب له قهوه، وابو ابن الهرمه ده بيدي بسكوت لنيكي واخوها. بيقول لحفيد واد يا جعفر تعالى. بيقول له ايوه يا جدو. بيقول له انت بتشرب سجاير في المدرسه يالا؟ بيقول له شراب. بيخبطه بحته قلم محترم. بيقول له قله ادب تاني مش عايز، احنا اسفين يا بنتي، كلي بسكوت. بترفع واحده ولكن ما بتقدرش بسنانها تكسرها. برصد غضبه بيزيد، فبيرمي تفاحه لابن الهرمه ده. بيقول له كلها. بياكلها. بيقول له انت ضربت البنت مش عارفه تاكل، وانت خدت علقه ولسه بتاكل، لازم اكسر لك اسنانك. بيقوم يكسر في بقه. مراته بتقول له علشان خاطرك فاسد الناس خلاص بقه اتكسر. بيقول له كل تفاح. بياكل التفاحه. مراته بتقول له يا حمار مش عارف تمثل، خد يا باشا الغوشه دي كسر له اسنانه. وفعلا بياخدها وبيكسر له اسنانه. بيقول له كل، ما بيقدرش ياكل. بيقول له خد غوشتك. تسلم يا ست الناس، انا كده مرضي، سلام عليكم. وبياخد فريقه وبيمشي. بيروح على البيت، وجدة نيكي بتقول لها سلامات يا عمري، جه كسر ايده اللي عملها. بتقول لها ما هو ابنك قام بالواجب وفعلا كسر عظمه كله. بتقول لها المشكله لو باباكي شافك كده هيزعل. برسب بيتجمد مكانه. ونيكي بتقول لها ابويا ولا بيفكر فيا، ده راجل ظالم احنا بنكرهه قوي، كان على طول بيضرب ماما وجده، ما فكرش فينا ولا بيعبرنا ولا بيدور علينا، راجل جاحد احنا بنكرهه قوي. وبرصد سامع الكلام ده وقلبه بيتقطع. نيكي بتقول له بذمتك ده اب يا عمو؟ من الصدمه ما بيقدرش يلف. بتقول له انا بكلمك. بيحط ابتسامته على وشه
وشه وبيروح لها. بتقول له بذمتك ده اب نفسي يقعد معاك شويه تعلمه حنانه، حبك لغيره، قلبك اللي مفيش ابيض وانضف منه، يا بخت اولادك بيه، انت بجد اب نعمه، ربنا يخلي لك اولادك ويخليك ليهم. كلامها بيريح قلبه. بتقول له ايه رايك تتجوز امي علشان خاطري، انا هخليها تيجي هنا وتشوفك، لو كده هقربكم من بعض واتجوزوا. المهم احنا هنمشي دلوقتي، قبل ما امشي انت صورت كل لحظاتنا اللي عشناها سوا، بس كل لحظه عشناها معاك هتفضل محفوره في قلبي. وبيسيبوه وبيمشوا. امه بتقول له هتتجوز جيسي تاني؟ بيقول لها ربنا يهديها. في نفس الوقت جيسي بتقول لباباها اجل كل الاجتماعات اللي معانا. بيقول لها ليه يا بنتي؟ بتقول له عايز اروح اطمن على الاولاد، في مدرس جديد جه مهتم بيهم، عايز اروح اشكره بنفسي. وهاب في نفس الوقت برسب بيهم مخضوض من النوم، بيصحي رجالته وبيقول لهم ايوه انا حلمت انها جت. بيقول له يا ريس تلاقيك بتخرف بعد ما العيال حبوك وقربوا منك، خايف تيجي تمشيك من هنا. بيقول له لا دي مش تخاريف، وبعدين ما تيجي انا مش خايف انا مرعوب. وفعلا لحد تاني يوم في المدرسه بيفضل مرعوب، بيتعب من خوفه. بيقول لهم اكيد الموضوع مش زي ما انا فاكر، ايه اللي هيخليها تيجي يعني؟ مستحيل تيجي صح؟ كلهم بيفضلوا متمسمرين مكانهم لانها وراهم يا صديقي. برسات بيلف وشه نص لفه في ثانيه بيرد تاني، ما بتاخدش بالها. وجيسي بتقول له معلش بعد اذنك عايزاه. بيقول لها عايزاني في ايه؟ انا ما بتكلمش مع اغنياء. وهاب امه بتقول له واد يا برسات انت طلعت من غير ما تفطر، يالا خد جبت لك دول. بتنصدم وبرسات بيلف لها بيصدمها اكتر. بتاخده بره. بتقول له شهر تقعد مع العيال تنسيهم امهم اللي كبرتهم وربتهم وتعبت معاهم، لو كنت احترمتني انا وابويا 1% من احترامك ليهم كان زمانهم معاك وفي حضنك دلوقتي. اهلا بالحق قلت لهم انك باباهم، ولا خفت تقول لهم محدش فيهم يعبرك، ولا ما تكونش جيت اصلا وحببتهم فيك علشان تكرههم فيا انا وجدهم؟ يخص عليك راجل واطي. وهاب العيال بيجوا جري عليهم. نيكي بتقول له معلش يا استاذ احنا هنروح البيت مع ماما و3 ايام وهنرجع، المهم ايه رايك في ماما مزه؟ جيسي بتقول لهم يلا اركبوا العربيه. بيركبوا العربيه. بتقول يلا يا بابا. بيقول لها لا روحي يا بنتي وانا جاي وراكم. هي يا حبيب قلبي انت قدرت تشوف عيالك اهو، بس عارف ليه عرفت تشوفهم؟ لانك ظابط وعرفت بعلاقاتك تخش المدرسه، ولكن طالما هم في بيتي لان لعلاقاتك ولا حواراتك ولا حبك ليهم ولا لمراتك هيخليك تشوفها. عارف ليه؟ لان من ساعه ما جيت عندك في البيت وانا مخطط لكل ده، عملت بينك وبينهم سد، حاجز مستحيل تعرف تعديه، حاجز كله كار انا شخصيا ما اقدرش اعديك منه. سلام عسى. وبيسيبوه يمشي. برسات بيرجع وبيحكي كل اللي حصل لشارما. بيقول له طب وانت ناوي تعمل ايه يا ابني؟ بيقول له هعمل ايه ولا حاجه، المهم ان في يوم من الايام هكون جنب اولادي ومش هسيبهم يضيعوا مني تاني، مستحيل اسيبهم كده يكبروا من غير ابوها. بيقول له ايوه يعني هتعمل ايه؟ عندك خطه؟ بيقول له هستنى لحد ما القدر يرجعني لاولادي تاني. وتعدي الايام وتفوت الاسابيع، وبعد شهر ارجي بيكون واخد رجالته ورايح على اجتماع. وهاب عصابه من السلاحين بيقفوا قدام عربياته بينزلوا فيهم تخبيط، بيخلصوا على اغلب رجالته، الباقي من رجالته بياخدوه وبيهربوا بيهم المكان وبيرجعوا على البيت. جيسي بتخرب الدنيا وبتجيب الشرطه في القصر. الظابط بيقول لها نصيحه مني ليك يا فندم، اللي هجموا على والدك دول قلوبهم ميته، لان ابوكي معروف راجل تقيل قوي في البلد، فما حدش يعمل كده الا واحد قلبه جايبه. نصيحه مني ليكي لو توصلوا الموضوع لرئيس الوزراء وهيجيب لكم فريق محترم يكون في حمايتكم وهيجيب العصابه دول. وفعلا بيكلموا رئيس الوزراء، وتاني يوم بيفضلوا مستنيين في مدخل القصر، وفعلا بيحضر فريق من القوات الخاصه بقياده مين؟ وحش العرين واستاذ الكدابين برسات. بينزل من العربيه وبياخد اللقطه، هي دي اللحظه اللي كان مستنيها. بيفرد نفسه عليهم، وجيسي وبابا بيكونوا في منتهى الصدمه. جيسي بتتصل بشارما وبتقول له ايه يا فندم اللي انت بعته ده؟ انا قلت لك ابعت لي فريق من عندك. بيقول لها ما هو برساد اللي عندك ده رئيس الحراسه عندي، انت قلت لي عايزه ظابط يجيب المجرمين دول، ما فيش غير برساد اللي اثق فيه في مهمه زي دي، عايزاه ولا تسيبي ابوكي في خطر؟ بتقول له خلاص ماشي. برساد بيروح لباباها وفيكي ونيكي بيجوا جري عليه. برساد بيقول لهم قلبي من جوه تعالوا في حضني. جدهم بيقول لهم ما تقربوش منه، ولحد ما يمشي من هنا اياكم بالغلط حد فيكم يشوفه. بيقول له لا يا عم الناس فوق لنفسك واعرف انا مين، انا ظابط في مهمه رسميه، تسمع كلامي وتنفذه بالحرف الواحد، انا لازم اكون قريب من العيله كلها والعيال دي بالذات لازم تكون في حضني، غير كده بقى شيل نفسك وخلي بالك من حياتك. تعالوا يا حبايبي. بياخدهم في حضنه وبيقول لهم يلا بقى اسلم على جد واجي وراكم. نيكي بتقول له مستنياه. بيقول لها خلصانه. ها بقى يا عمهم فين الجدار اللي انت بنيته؟ هو ده. بيروح على الجدار وبظهر ايده بيكسره. جيسي بتقول له في ايه مالك؟ ليه اللي انت عامله ده كله؟ انت هنا حارس تلزم حدودك وما تفكرش تعمل اي حاجه غير شغلك اللي انت جاي علشانه. بيقول استنى بنتي، هو تنسي انك مراتي واجب عليكي تسمعي كلامي، اطلعي يلا على الاوضه قدامي، قصدي يعني لا العصابه تهجم عليكي، اطلعي فوق والبسي الحته ونامي على السرير لا تجيلك طلقه طايره. بتقول له انت جاي تهزر صح وانا ما بحبش الهزار ده. بيقول لها انت لسه شفتي هزار؟ مش ابوكي ضحك عليا وجابني من بيتنا وخدك مني؟ انا بقى هعجب لك فيه. هجوم اطلع فوق بسرعه يا انت يا رجاله، خدوه لا يموت، اثبت مكانك اطلع بسرعه. بياخدها جري لجوه
هو زي الفار المبلول، وبرسات بيطلع على اوضته يريح. الباب بيخبط بيصحيه من النوم، بيفتح بيلاقي جيسي في وشه، نبضات قلبه بتسمع. بيخرج وبيقول لها مش عارفه ان ما يصحش انك تيجي كده في نص الليل. بتقول له الصبح صبح. بيقول لها تصدقي ما خدت بالي. وماله على الريق هنكون احلى فريق، خش يا غريب. تقول له عايدك الا اكسرها لك، انت جاي هنا تشتغل ولا تنام؟ مش المفروض تيجي تعرف ايه اللي حصل علشان تجيب العصابه دول؟ بيقول لها هي حصلت تزعقي فيا؟ خش جوه يا بت انتي، قصدي يعني لحد يسمعنا. بتقول له انجز اعمل شغلك، خليك تمشي من هنا. بيقول لها خلصانه، هلبس واجي وراكي. بينزل هو ورجالته، بيلاقي الفطار جاهز. بيقول يلا يا رجاله اقعدوا. ابو جيسي بيقول له يقعدوا فين؟ هي حصلت تاكلوا معانا؟ ارموا لهم اكل في الجنينه ولا في اي مكان. برسات بيحرج من قله الذوق، فبيغمز لواحد من الفريق. بيقول هجوم يا ريس. بيقول لهم نزلوا ابو جيسي تحت الترابيزه وخلي الرجاله يامنوا المكان. ابو جيسي بينزل تحت الترابيزه، وبرسات بيقعد على الكرسي وهو بيحط رجليه في وشه. بيقول لرجالته يلا انا كلهم خلينا نشوف ايه اللي حاصل بره. بيفطروا. بيقول له خلاص اطلع يا عمي الدنيا امان. بيقول له ايدي قومني. بيروح يمد ايديه ولكن بياخد منديل وبيسيبه مرمي على الارض. جيسي بتقومه وبتقول له يلا بينا خلينا نقابل رجل الاعمال ده. برسات بيقول لهم على فين؟ بتقول له ايه اللي على فين؟ معانا شغل. بيقول لها رجلي على رجليكم ولا عايزه ابوك يموت. بيروح معاهم وبيخشوا قصر الراجل اللي هيقابلوه. الراجل ولا بيعبرهم وبيفضل يلعب كوره. جيسي بتقول لباباها ده راجل قليل ذوق قوي، ايه اللي خلاك تشتغل مع الاشكال دي؟ بيقول لها لو عايزين نبقى فوق لازم نكسبه احسن ما نعاديه ويطلع علينا. بيفضل سايبهم مرمين، واخيرا بيحضروا وراه جيش من رجالته. بيقعد قدامهم وبيرفع رجليه عليهم. برسات بيفضل باص عليهم من بعيد مش عاجبه اللي حاصل فيها. جيسي بتقول له خلينا نبدا شغل يا فندم. بيقول لها ولا كلمه ما تكمليش، انا بس اللي هتكلم. وبرسات بيكون شايفه من بعيد بيشوح ومتعصب وصبعه مرفوع عليها، بيكون في منتهى الغضب. وجيسي بتقول له طيب اتفقنا خلينا نمضي العقد. بياخد منها العقد بيقطعه وبيرميه في الهوا. ابن الهرمه بيشاور لرجالته كلهم بيروحوا جري عليهم. برسات بيقولوا اخيرا جات الفرصه اللي مستنيها، اخيرا هثبت لها حبي ليها. اولاد الهرمه بيقربوا عليها وبيكون خلاص هيوصلوا لها، ولكن برسات بيرفع المضرب وهي واحده بالكرة ويوزع. بيجي برايسهم متمتح قدامهم وكلهم بيروحوا جري عليه. بتروحوا على مين؟ وحش مهين تعال. ما بيرحمش حد فيهم ومن غير سلاح ما بيرضاش يأذيهم. بيتكتروا عليه وبيكون خلاص هيجيبوه على الارض. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، هي لفه في التانيه بيكون على الارض رميها. ابو جيسي بيقول له ليه ضربتها؟ بيقول له لا عاش ولا كان اللي يرفع صبعه ويتنشخ على مراتي، قصدي يعني على بنتك وانت في حمايتي. جيسي بتقول له هو رافع صبعه بس ما كانش بيهددني. وفعلا الراجل بيرفع صبعه وبيقول لها لا يا ست هانه ما تكمليش، حضرتك انا في خدمتك وتحت امرك، ليا الشرف اصلا ان اشتغل مع معاليكي، ده كان حلم الطفوله ان اشتغل مع ست مكافحه وناجحه زي حضرتك. برسات بيكون في منتهى الصدمه وبيقول لها لا ما هو قطع العقد ورماها على الارض. بتقول له فعلا، ولكن الراجل لما خد منها العقد قال لها هعود مين يا ست هانه، انا بقول لك خدامك وقبل ما تأمري هكون منفذ، مفيش بينا عقود. برسات بينصدم اكتر وبيقول لها طيب وليه شاور للرجاله يهجموا عليكي؟ بتقول له هو فعلا شاور لرجالته، ولكن قبل ما يشاور بيقول لها وادي رجالتي هخليهم تحت امرك علشان اللي حصل لوالدك اهو زياده امان معاكي. برسات بيفضل واقف في نص هدومه وبيقول لها يا عالم عايش ولا ميت؟ الراجل بيفوق وابو جيسي بيرجع على القصر وبيتصل بشرم فيديو بيحكي له كل اللي حصل. هو بيقول له ده اللي عمله الراجل الكفاءه اللي انت بعته، علشان خاطري لو سمحت ابعت لي حد غيره يشتغل على القضيه صح، انا عايز ابن الهرمه اللي عايز يقتلني ده. شرم بيقول له الكلام ده حصل بجد يا برسات؟ جيسي بتقول له حصل يا فندم، علشان خاطري هات لنا غيره. برسات بياخد على خاطره منها وشرم بيقول له اتكلم يا برسات. بيقول له كله حصل يا فندم بس ده اللي هم شايفينه، انما شغلي ما يعرفوش عنه اي حاجه، انت عارف انا ما بحبش ادخل حد في شغلي. اليوم اللي جيت فيه هنا رحت على مسرح الجريمه، جمعت ثغرات مستحيل اي حد يعرف يجمعها، بعت كل اللي جمعته على المعمل الجنائي، ردوا عليا ولكن البصمات اللي جمعوها مش لاقيين اكبر مجرمين في البلد مطابق ليها، في مجرمين كتير لسه خارجين مفيش ولا واحد فيها، وفي برضه القدام واللي تايبين مفيش ولا واحد فيها، فانا خرجت بره الصندوق ووصلت لطرف الخيط وقريب هعرف مين ده. بيقول له عاش عليك يا برسات، كمل دايما رافع راسي، يلا انا هسيبك دلوقتي، وبيقفل معاهم. ابو جيسي بيمشي والكسوف باين عليه وجيسي بتروح له وبتمد له ايديها، بتقول له معلش انا كنت فاكره انك مش شايف شغلك، وبتسيبه وتمشي. بيفضل يبوس في ايديه وجولا بتقول له ما تجمد يا عم. بيقول لها تخيلي انا سلمت عليها وحصل لي كل ده، ما بالك هي حاصل فيها ايه دلوقتي؟ اكيد وقعت من طولها، اصل الموضوع ده بيسرع نبضات القلب. بتقول له بجد؟ استنى اروح اشوفها.
بيقول لها لا انا اللي هروح. بيخرج بره بيلاقيها نازله غسيل ومكوه في ايديها بقرف. بيرجع مصدوم وبيقول لهم مش قلت لكم اهي اغمى عليها وقامت تغسل وشها. بيقول له بجد؟ وسع كده خلينا نشوف. بيبصوا بيلاقوها بتغسل في ايديها بقرف. جولا بتقول له دي قرفانه من ايديها علشان لمست ايديه. بيقول لها ما هو انا بصراحه سلامي ما كانش عادي، واللي حصل يا صديقي اما مسك ايديها فضل يلعب فيها. بيقول لهم بس انا حافظها، مصيرها هتحس بيا وهترجع لي تاني. التاني بيقول له طب وبالنسبه للمجرم اللي قلت عليه ده؟ بيقول له المجرم ده مش كبير، ده تقريبا اول مره يهجم على حد. بيقول له مين المجرم المبتدئ اللي اول ما هيهب ويطلع طلعت اجرام يطلع مع واحد زي رجل اعمال زي ده؟ الحرفيه اللي هجم بيها دي مش طبيعيه، دي بتاعت مجرم بقاله 100 سنه في المهنه. بيقول له ما هو متدرب مخصوص علشان ابو جيسي، تقريبا ده طار. ومين المجرم ده؟ هو بندي يا صديقي. بيكون واقف قدام القسم والشرطي ده بيخرج له وبيقول له ها انا وانت تعمل ايه؟ بيقول له كل خير، انا عايزك تجمع لي رجاله اكتر الفتره اللي جايه لان الطلعه الجايه لازم اخلص فيها. بيقول له في دفعه بلطجيه خرجوا من السجن. بيقول له اكتب لي اساميهم وهات لي الاسلحه من المخزن وسيب الباقي عليا. بيقول له المأمور بدا يشك فيا، في اسلحه كتير بدات اسرقها. بيقول له سيبه عليا. بيروح له على القسم وبلا رحمه بيخلص عليه. بتاع الشاي بيخش عليهم بيمسكوا الحديده اللي خلص بيها على المأمور، والشرطي اللي معاه بيقول الحقونا يا رجاله بتاع الشاي خلص على المأمور. وابن الهرمغندي بيخرج منها زي الشعره من المعجون. في نفس الوقت برصاد بيجمع كل رجالته وبيقول لهم اولاد الهرمه اللي هجموا دول كان معاهم طلق حشنكوف، والطلق ده بتاع اسلحه الكلاشينكوف بتاعه الشرطه. جولا بتقول له مين اللي بيوصل له الاسلحه دي؟ بيقول لها هنعرف، جمعوا لي بكره الظباط اللي ماسكه المنطقه كلها. وفعلا تاني يوم بيجمع الظباط وبيقول لهم انا جمعتكم علشان الخطر اللي فيها ابو جاسي. العصابه اللي هجمت عليه كانوا مسلحين باسلحه شرطه، عايزين نعرف مكان الاسلحه دي وطبعا كلكم هتساعدوني، وانا قربت اوصل للمخزن بتاعهم في اقرب وقت، ويا ريت محدش من رجالتكم يعرف لاني مش واثق في حد غيركم انتوا. وابن الهرمه الشرطي اللي بيساعد غاندي مزروع وسطهم وسامع الكلام ده صديقي. بيمشوا كلهم وجولا بتقول له طب ما هو ممكن اللي بيساعد المجرم ده موجود وسطهم. بيقول لها مش ممكن، ده اكيد. بتقول له طب وليه عرفته ان احنا بندور على المخزن ده؟ بيقول لها لان انا اديته الامان وعرفته ان انا عايز المخزن، فاكيد هيبلغ زعيم العصابه وهينقل الاسلحه دي من مكانها ويخبيها في مكان تاني، ولذلك عايزكم تراقبوا اولاد الهرمه دول كلهم. مامته بتتصل بيه وبتقول له انت فين؟ يلا انا وصلت. بيقول لها هو ده القصر خشي. بتخش بيقول لها انا نفسي اعرف يا اما ليه اصريتي انك تيجي؟ جيسي بتكون خارجه بتقول لها استني يا بنتي. بتخش تقعد معاها جوه وبتقول لها خدي دول جبتهم لك معايا وانا جايه، عارفاكي بتحب الصوبيا بلبن. والله وانا بحبها خالته، اعذرنا صديقي بكتب وانا صايم. المهم بتقول لها وعارفه برضو انك بتحب الفساتين البيضه، جبت لك واحد معايا، يلا يا حبيبتي خلي بالك من العيال وابقي كلميني كده ما تقطعيش ها. بتقول لها استنى يا خالتي بس كده خلاص ماشيه. بتقول لها انت عايزه حاجه؟ بتقول لها لا بس انا كنت فاكراكي هتقولي لي ارجعي لجوزك، الواحده ملهاش غير بيتها وجوزها وعيالها وحرام العيال يتربوا من غير ابوهم. بتقول لها تعالي نعمل قهوه. الكلام ده يا بنت المفروض تكوني عارفاه انت وابوها، انا ما ينفعش اتدخل بينكم، والحوارات اللي دارت بينكم وبين ابني لا ابوكي ولا انا ولا اي حد في الدنيا دي هيعرف يصلحها الا انت وابني. وان جيت للحق طالما طلبت مني اقول كلمه حق، ابني لو ضربك غلطان ولكن انت عارفاه هو حافظاه، ده جوزك متهور يا ستي وضربك قلم، فهمت الاولاد ان كل يوم بيضربك لحد ما كرهتيهم فيه، ده بقى ازاي هتصلحيه؟ اللي انت عملتيه يا بنتي كتير قوي، مش علشان ابني علشان افعالك غلط. يلا بقى اشربي قهوتك وابقي سلمي لي على عيال. وبتسيبها وتمشي. نيكي وفيكي بيكونوا سمعوا كل اللي اتقال هو بيكونوا في منتهى الحزن لان باباهم برسات وكان بيحبهم وامهم افترت عليه. بيخرجوا بره وبرسات بيخرج وراهم بيقول لهم ترى ايه يا بت منك ليه الكآبه دي كلها؟ بتقول له ليه ما قلتش انك ابونا يوم ما شفتنا؟ بينصدم. هو بيقول لها مين اللي قال الكلام ده؟ بتقول له سمعت جدتي بتقول الكلام ده لامي وكل اللي كانت بتقوله لنا كانت بتكذب علينا فيه، ليه ما عرفتناش ان انت ابونا؟ ليه ما عرفتناش ان انت بتحبنا قوي؟ ليه ما عرفتناش ان انت بعدت غصب عنا؟ بالعكس هي اللي حرمتنا منا، انا بكره الست دي. بيقول لها لا يا بنتي هياكي تاني تقول الكلام ده على مامتك، انا هحكي لك. زمان لما كنا انا وامك متجوزين حصل بينا خلاف بسيط وانا من غير ما اقصد ايدي جت على وشها، مره واحده تعبت وبقى يتهيأ لها حاجات غريبه زي مثلا ان انا بضربها والكلام اللي كانت بتقوله لكم ده، فاللي كانت بتقوله هي ما كانتش بتكذب فيه ولكن كان بيتهيأ لها ان انا بضربها. وخلاص اما رجعت اهو انا كل يوم كنت باخدها على المستشفى لحد ما الدكتور كتب لها علاج كويس وخفت، انما امكم بتحبكم اياكم تزعلوا منها، هي كانت تعبانه وخفت. بتقول له ما هو انت لو سبتنا ممكن تتعب تاني واحنا مش هنقدر نعيش من غيرك، ممكن برضو نتعب. بيقول لها يا عمري انا عمري ما هسيبكم تاني وهاخدكم ونعيش كلنا في بيت واحد انا وانتوا وامكم. بتقول له بجد يا استاذ؟ بيقول لها اكيد يا عمري. يلا بقى روحوا ناموا عشان المدرسه. بيمشوا هو مره واحده الاتنين بيلفوا له بصوت واحد تصبح على خير يا بابا. قلبه بيرفرف من الفرحه. هو بيقول لهم تعالوا.
بيرجعوا له جري، ولأول مرة يكونوا عارفين انهم بيحضنوا باباهم يا صديقي. التلاتة بيكونوا في منتهى السعادة، وابو جيسي بيشوفهم سوا وقلبه بيبدأ يحن. تاني يوم رجالته بيقفشوا جاسوس ابن الهرمة بندي، هو بيكتفوه وبرسات بيحضر. مصطفى بيقول له زي ما قلت يا ريس نفذنا. فضلنا مراقبين كل اللي عملت معاهم اجتماع، وابن الهرمة ده كان يعرف طريق الاسلحة. برسات بيقول له اسمع على انا بعذب المجرم اللي قدامي على 10 مراحل، ومعاك انت هبدأ برقم 10. وبيغرز المفك ده في ايديه. بيقول له بندي كان ضابط شرطة وعمل مصيبة واتطرد. بيقول له ليه هجم على رجل الاعمال جار؟ بيقول له ما كانش عايز يقتله، هو كان عايز يقتل بنته وعيالها. برسات بينصدم. هو بيقول له جيسي وعيالها ليه كان عايز يقتلهم؟ بيقول له طار خليني احكي لك اللي صار. واللي حصل يا صديقي من 6 شهور فاتوا، بندي كان معاه اخوه الصغير بيحبه وميت فيه، بس الواد من كتر الدلع باظ، مخدرات، نسوان، وفي يوم اغتصب واحده وخلص عليها علشان ما تفضحوش. الشرطه قبضت عليه، ولكن بما ان بندي ظابط عمل لهم خطه ما تخرش الميه. هرب اخوها قبل ما يتعدم، وبياخدوا على المكنه دي وبيهرب بيه. وهوب المكنه بتشطب بنزين. بيشوف العربيه دي قدامه، واللي بيكون فيها مين؟ جيسي وعيالها الاثنين. بيقول لها لو سمحت يا ست الناس، اخويا اتعور والمكنه شطبت مني بنزين، عايزك بس تاخديني على المستشفى. ما تقلقيش انا ظابط شرطه وادي الكارنيه بتاعي. بتقول له خلاص ماشي اركب. بيركب وهم في الطريق نيكي بتكون في منتهى الصدمه، اما بتلاقي صوره اخوه في الجورنال. بتشاور لجيسي، بمجرد ما بيشوفه بتبعت لوكيشن لقائد حرس القصر. بتلف العربيه. بندي بيقول لها ايه اللي خلاكي تخلفي الطريق؟ بتقول له دي اختصاره. بيبص على الجورنال، نيكي بسرعه بتخفيه. ابن الهرمه بيرفع عليها سلاح، هو بيقول لها لف وامشي زي ما بقول. بتمشي غلبان ما يعرفش ان الحرس وصلوا المكان. بينزلوهم من العربيه وبيعملوا معاه الفنيشه. جيسي بتقول لهم هاتوا له الشرطه. بندي بيقول لها علشان خاطري بلاش الشرطه، لو اتصلت بيهم هيعدموا اخويا، علشان خاطر انا ههربه وهيعيش بره البلد. وهوب الشرطه بتكون طبت عليهم. بندي بيبص عليها، هو بيكون في منتهى الغضب. ابن الهرمه ده بيقول له بس يا باشا ده كل اللي حصل، اخوه طبعا اتعدم، وطبعا بندي اتفصل من الشرطه، والفتره اللي قضاها في السجن مفيش في دماغه غير طار وطار اخوه اللي هياخده من جيسي وعيالها. هو زمانه دلوقتي يا باشا خلص عليها وانت معايا، ما هو ده اللي هو مخطط له، انت تشتغل معايا هنا وهو يستفرد بيهم وخلص عليهم في القصر. بينصدم، وفعلا ابن الهرمه بيكون وصل القصر. بيخلص على الاثنين اللي قدام البوابه. في نفس الوقت برسات بيكون مخلص على ابن الهرمه ده، بياخدها جري على القصر وبيتصل بابو جيسي. بيقول له جيسي عندك؟ بيقول له ايوه في ايه؟ بيقول له في محشي الدهاني. بيقول له هيثم معاه. بيقول لها ابن الهرمه اللي هجم على ابوكي ده ما كانش عايز يخلص عليه، كان عايز يخلص عليكي انت والاولاد، استخبي في اي حته عندك. بتقول له مين اللي خلص عليا؟ انا ماليش اعداء. بيقول لها لا ليكي، من 6 شهور فاتوا في ظابط واخوه ركبوا معاك العربيه، فاكراهم؟ بتفتكر كل اللي حصل وبتقول له ايوه فاكراهم. طب انت فين؟ بيقول لها استخبي في اي مكان انا جاي. وهوب ابن الهرمه بيضرب كشك الكهرباء اللي بره، والباقي من حرس القصر بيحوطوهم بالاسلحه، ولكن ابن الهرمه بيرمي قنبله بتطير نصها. الباقي منهم بيفضل واقف، بيخش عليهم برجالته بيخلص عليهم. بيخش وراه جيش وبيرقد جيسي وعيالها على الارض. بيقول لها فاكراني ولا الزمن نساكي؟ كنت فاكراني هنساكي؟ هنسطر اخويا ولا شغل اللي خسرته بسببك؟ بيرفع عليها سلاح وبيكون خلاص هينهيهم. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا 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 والله. بيخش باللامبورجيني الوحش العنيف، الولد المخيف الكذاب اللطيف غباؤه هيكذب دلوقتي كتير. برسات بيلفهم لفه جاتوه وبيديهم واحده كلمه كلمه. بيخرج برشاشه ومنه الاشرار مش سلمى. اضرب يا سلمى. بينزل من العربيه ولك ان تتخيل كميه الكذب العالميه. بيخلص فقره الاسلحه وبيخش عليهم بايديه. تعال ده مش طبيعي، انت عديت القيصري يالا. بندي بيخش عليه بيشغل الخرطوش ولكن بيلاقيه فاضي. تفتكر انه هيفرق مع معاليه؟ لا والله. بيعوروا في ايديه ورجالته بيروحوا جري ورا جيسي وباباها والعيال، وبيكون خلاص هيقتلوهم، ولكن بيحضر في المكان الولد السندان بيخلص عليهم في الحال. وانا كمختار مصدق اخاف. بندي بيجي جري عليهم ولكن برسات بيكون واقف حاميهم، هي واحده في التانيه بيرميها على الارض. بيرفع المتعدد عليه وبلا رحمه بينهيه. بيقعد على الكرسي ورجالته بيجوا جري عليه. بيقول لهم مش شايفيني واخد طلقه ومش شرح؟ خدوني على المستشفى. جولا بتبص على جيسي بتقول لها فاكراها تحن بعد اللي عملته علشانها؟ دي جحده. يلا يا ست خديني على المستشفى. بتقول له يلا. بيقوم ولكن جيسي بتقول له استنى. بتحضنه من ظهره وبتقول له علشان خاطري ما تسيبنيش تاني، حقك عليا انا اسفه. العيال بيفرحوا وبرسات بترمي الفرحه. بعد شهر بيكونوا معاه في البيت، وزي ما كان بيعمل فيه حماه بيعمل فيها صديقي. بيمسكوا الغسيل والطبيخ والنفيخ، وهو عايش مع عياله ومراته في امان وحب وبتنجان وخيار وخضره زمان. وهنا بينتهي الفيلم يا فنان. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يا خلبوس يفرح قلبي يا ريت، وانزل في صندوق الوصف وبص على القنوات الرسميه واحذر من الغش والتقليد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.